السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة عيش الشاورما اللي بنعمل بيه سندوتشات الشاورما. معايا حوالي 600 جرام دقيق، يعني نص كيلو 100 جرام. ومعايا ربع كوباية فيها معلقتين سمنة ومعلقة زيت. وكمان هنحط عليها نص معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة بيكنج باودر او اكتر من النص شوية. وكمان ممكن نص معلقة صغيرة سكر بتديها طعم احلى. هنقلبهم مع بعض ونبدأ نعجنهم. المية حسب الدقيق، مية عادية عادي، يعني مش لازم تكون سخنة يعني. وهنحط بقى معاهم السمنة ومعلقة الزيت وهنقلبه لحد ما تتشرب كل السوائل. لو احتاجنا مية طبعا تانية هنحط مية لحد ما تبقى عجينة متماسكة، مش طرية قوي ومش ناشفة يعني. كده خلاص العجينة بقت طرية ومتماسكة. هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة، علشان لو استخدمتيها على طول من غير ما تسيبيها ترتاح هتبقى عاملة معانا زي الاستك كده، كل ما تفرديها تلم تاني. فلما بترتاح بتتفرد معاكي وتبقى بسهولة جدا. وهنقطعها كور زي ما انت شايفة كده. وهنخلص الكمية وافردها معاكم. نبدأ ناخد اول واحدة عملناها وافردها على دقيق بسيط. افردها لحد ما تبقى يعني رقيقة كده. لو انت هتعملي العيش ده عايزة تاكلي بيه عيش جبنة، تاكلي بيه اي غموس، هتعمليها تخليه تخين شوية، اما بيستوي بيتنفخ كده ويبقى حلو زي العيش بالظبط. لكن لو هتعمليه عيش للشاورما علشان تعمليه سندوتشات فلازم يبقى رقيق كده. هنفرده كده على دقيق بسيط ونفرد. وهنركنه. نبدأ بقى نخلص الكمية زي ما انتم شايفينه كده رقيق. هنحط بقى صاج على البوتاجاز او صينية او طاسة، اي حاجة، اي حاجة تنفع ان احنا نسوي فيها عيش يعني. يسخن بسيط، يعني ما نعليش النار قوي عشان ما يتلسعش مننا، لان هو ما بيستحملش النار. لما نلاقيه عمل نقط صفرة كده، يعني بدأ يستوي كده وياخد الوان كده، نبدأ نشيله على طول لان هو كده استوى. يتشمع واقلبه. اول ما يعمل النقط اللي انت شايفاها دي يبقى خلاص هو كده استوى، لان احنا مش عايزين نخليه يبقى فيه حتت حمرا كتير او مستوي اكتر من كده، علشان ما يتحرقش معانا. لما نيجي نعمله سندوتش لازم تديله صدمة كده في الطاسة بمادة دهنية بسيطة، ونشوحه ونحمره عشان يقرمش كده ويبقى طعمه حلو. زي ما انتم شايفين كده هو بيبقى بالشكل ده. كده خلصت انا الكمية، هو بيبقى بالشكل ده بالظبط. ولسه طبعا لما يتحط بقى نعمله سندوتشات هنحمره في الطاسة. دلوقتي هنعمل الشاورما. معايا فراخ اي كمية بقى، عايزة نص كيلو اكتر من نص كيلو حسب عدد الاسرة يعني. دي حوالي نص كيلو وشوية. مقطعة شرايح طولية كده صدور فراخ، وبصل مقطع حوالي بصلاية كبيرة، وفلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وطماطم مقطعة زي ما انتم شايفين، وده بابريكا وفلفل اسود وبهارات فراخ وجنزبيل وجوز الطيب.
وفي كمان فصين توم مفرومين، ودي معلقة خل. دول فصين توم مفرومين. في حاجة على النار هنحط معلقة زبدة ومعلقة زيت ونسخنهم، وبعدين ننزل بالفراخ. هنشوحها. نقلب شوية، الفراخ ما بتاخدش وقت يعني. هي كده دخلت في سوا. نحط الملح، نقلبها. تمام كده. نحط بقى اللي هي فصين الثوم، او هنحط البصل الاول، معلش. نحط البصل وهنقلبها كويس. تاخد تقلبتين كده مع البصل. احلى حاجة في الشاورما انك ما تخليهاش الخضار اللي فيها الفلفل والبصل والطماطم ما يكونش مستوي قوي لدرجة انها تبقى مهرية، ما بتبقاش مدية طعم حلو. ما تبقى لسه كده نص سوا شوية كده، بتدي طعم جميل قوي في الشاورما. هنحط بقى البهارات اللي معانا. نحط فصين الثوم الاول وهنقلبهم تقليبة، وبعدين نحط البهارات. ونقلب. نحط معلقة الخل. نحط بقى الطماطم والفلفل الالوان ونقلبها كويس. هي كده الفراخ تعتبر استوت اصلا. خلاص كده انا هطفي او طفيت عليها. هنجيب بقى العيش اللي احنا عملناه، نحطه كده في طبق، ونبدأ بقى نعمل السندوتشات. نحط كده كمية الشاورما اللي احنا هنحطها، ونقفل كده. ممكن نقفله كده بالطول او بالشكل التاني ده، بالشكل كده برضو بتبقى زي السندوتش كده مفتوح. وفي طاسة على النار هحط ودي بقى الشكل التاني. ممكن نحط معاها صوص بقى، تومية، طحينة، اللي انتوا حابينه يعني. انا عندي هنا تومية فحطيت منها يعني. في طاسة بقى على النار هحط معلقة سمنة او معلقة زيت، وهنشوحها تشويحة بسيطة لحد تاخد لون كده، بس تخليها بتقرمش وتديها طعم احلى. وهو كده خلصنا الشاورما. يا رب ان شاء الله تعجبكم الوصفة. وانا تيسير عبد النور، ودي قناتي. ولو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.